السلام عليكم متابعي الكرام. لا ترفع رأسك من الركوع حتى تقول هذه الكلمات. لكن قبل البدء صلوا على نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة رجل لا يتم الركوع والسجود. وقال صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فالركوع هو من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا به. والمشروع في الركوع أن تقول سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر، أو أقلها مرة واحدة. واختلف العلماء في حكم التسبيح في الركوع والسجود على قولين: الأول أن التسبيح واجب في الركوع والسجود، والقول الثاني أنه سنة. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت سبح اسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. وأما الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع بعد قول سبحان ربي العظيم فهي 4 أذكار عظيمة. الذكر الأول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الذكر الثاني: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويتناول القرآن. الذكر الثالث: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. الذكر الرابع: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذا والله تعالى أجل وأعلم. اللهم انفعنا بما تعلمنا وعلمنا ما جهلنا. إذا أعجبكم محتوى القناة فضلا منكم وليس أمرا أن تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.